السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ معاكم هارلي محمود ورجعت لكم بفيديو جديد. بس قبل ما نشرح فكرة الفيديو بتاعت النهارده أهم حاجة ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك وتصلي على النبي تحت في الكومنتات. طب يا جماعة فكرة الفيديو بتاعت النهارده وهو الجزء الثالث من مصايب هارلي. طب يا جماعة أنا عايز أقول لكم يعني بصوا هحكي لكم هو المصيبة جوه طبعا ما تنسوش بس قبل ما نبدأ تتفرجوا على مسلسل يوميات هارلي مع الحكايات. هتلاقي لينك القناة بتاعت يوميات هارلي تحت في الديسكريبشن وفي أول كومنت. ودلوقتي وأنت بتتفرج على الفيديو ده الحلقة السادسة نزلت هتلاقيها هنا، خش اتفرج عليها وشوف بقى الجمدان. طبعا عارف إن المفروض يوم الأحد نزلنا أكت فور من الطفل الأصفر والمفروض ما خلصناهوش عشان الفيديو كان طويل، فقلنا النهاردة هنكمله. بس الفيديو يا جماعة لسه في المونتاج فهينزل إن شاء الله يوم الخميس إن شاء الله يعني. بس كده يلا نبتدي المصيبة أو الحكاية أو أي حاجة. طب يا جماعة أنا عايز أقول لكم إن بسببي الشقة بتاعتنا كانت هتغرق. نبتدي الحكاية. بصوا يا جماعة أنا كنت في يوم داخل المطبخ، حلو تمام، ففتحت الحنفية طبعا حنفية أكيد يعني، فما لقيتش المية طالعة، مفيش مية خالص. فأعمل إيه بقى؟ بدل ما أقفل الحنفية وأخرج لأ، خرجت وسبت الحنفية إيه مفتوحة. حلو. فخرجت والكلام ده كان إيه تقريبا الساعة 12 واحدة بالليل، مش فاكر بالظبط يا جماعة. المهم قفلتها ومش عارف كنت داخل أصلا ليه مش فاكر. بس المهم قفلتها ودخلت قعدت على التليفون شوية وبعد كده نمت. بعد كده كانت حوالي الساعة 4 5 الفجر يعني حوالي، بعديها بساعتين تلاتة كده لقيت أمي داخلة عليا تجري بتقولي قوم بسرعة الحق المطبخ بيغرق. فأنا اتصدمت طبعا يعني، قمت بجري يا جماعة فجأة لقيت حرفيا المطبخ حرفيا بيغرق يعني. ولولا أمي سمعت صوت المية كان زمان دلوقتي حرفيا يا جماعة أنا صحيت لقيت الشقة حرفيا غرقانة، يعني بسبب الشقة كانت هتغرق. حلو. فقعدنا بنفضي في المية. طبعا أنا عايز أقول لكم يعني أكيد الحوض م- مش قادر يسد على كمية المية دي. يعني أنا عايز أقول لكم يا جماعة بقول لكم كمية المية، فكل ما المية بتنزل الحوض مش قادر يسد عليها. فلغاية ما المية عدت بقى الحوض وخرجت بره غرقت طبعا المطبخ. ولولا أمي سمعت كان زمان دلوقتي الشقة كلها متغرقة يعني حرفيا المية كانت هتخرج بره المطبخ بقى. بس فقعدنا حوالي أنا فاكر ساعتين، تقريبا ساعتين قعدنا نلم في المية. بس المية حرفيا كتير يعني كتير أوي، قعدنا نلم لغاية ما خلصنا تقريبا. وبعد كده إيه، حرفيا عايز أقول لكم يا جماعة إن أنا من كتر كمية المية أنا مصدوم. حرفيا يا جماعة كمية المية أنت تخيل الموقف معايا. أنت دلوقتي دخلت المطبخ ملقتش مية، سبت الحنفية وخرجت. بعديها بساعتين أو على الفجر تلاقي أمك جاية بتجري عليك تقول لك الحق المطبخ بيغرق والشقة هتغرق. إحساسك إيه بيه؟ تخش المطبخ تلاقي المية يعني عايز أقول لكم يا جماعة كمية كبيرة من المية. خدت مننا ساعتين أو تلاتة أنا مش فاكر بالظبط يعني، بس عشان نقدر نلمها يعني حرفيا المية كانت كتير جدا يا جماعة. يعني قول لي أنت إحساسك هيكون إيه بجد. يعني أنا كنت واقف مصدوم وإن بسببي الشقة كانت هتغرق يا جماعة. بعد كده خلصنا وما كانش في أي حد قادر، دخلنا نمنا. تاني يوم الصبح بقى قعدت أنا وأمي إزاي سبتها وإزاي عملت، طبعا أنتوا عارفين بقى يعني، وإزاي مخدتش بالك وإزاي طبعا يا جماعة يعني مظلومين. فقول لي أنت بقى إحساسك إيه. وشفتوا مصايب هارلي يعني يا جماعة. أنا كل كده ما بفتكر مصيبة أو حاجة حصلت لي بقول لكم عليها. كده إحنا خلصنا المصيبة بتاعت النهاردة. أنا كل ما بفتكر مصيبة يا جماعة بخش أقولها لكم وتشوفوا بقى مصايب هارلي بجد يعني. وبس كده يا جماعة كان المصيبة بتاعت النهاردة خلصت والفيديو بتاع النهاردة خلص. أتمنى يكون عجبكم. متنسوش بقى تتفرجوا على المسلسل، هتلاقوا لينك القناة تحت في الديسكريبشن وفي أول كومنت. والحلقة السادسة اتفرجوا عليها نزلت يا جماعة دلوقتي. هناك بقى المسابقات الحلوة يا جماعة، ويعني حاجات جامدة. بس إيه اتفرجوا على المسلسل أتمنى يكون عجبكم إن شاء الله وبس كده يا جماعة كان الفيديو بتاع النهاردة خلص. أهم حاجة متنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان كل ما أنزل فيديو يوصلك. ولو مشفتش الفيديو اللي فات هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. متنساش بقى تخش جروب الواتساب والقناتين والانستجرام كله هنا إيه تحت في الديسكريبشن. بس كده، سلام.
مش عارف أعمل إيه في مصايب هارلي دي.